القصه اللي غنعاود لكم اليوم هي القصه ديال محمد، اشنو طرا ليه وكيفاش حياته تبدلات من بعد هادشي اللي طرا ليه في هاد القصه، وبقى غادي جاي ومجرجر عند الاطباء النفسانيين. نبداو. انا هادشي اللي وقع ليا كان سبب في الصمت ديالي لمده ديال عام ونص، ما كندويش، غير كنبتسم وكندوي بالاشاره. ودابا متبع حصص عند طبيب نفساني من بعد ما وقعت لي هاد الصدمه. في عمري 38 عام، شيفور ديال الطاكسي بيا ابو عندي بنيه ووليد. وهادشي اللي غادي نعاود لكم وقع ليا في العطاويه في طريق دمنات دابا واحد 5 سنين هادي. غادي بواحد العائله اللي تلاقيت بهم حتى المحطه الطرقيه ديال ولاد زيان، طلبوني ورغبوني باش نوصلهم في الوقت اللي كنت راجع فيه في حالي انا للدار. بانوا لي ناس معقولين وكانوا مزروبين، والكيران ديك الساعه كاملين دايرين اضراب. راه ناس ولاد درب كبير وعين برجاره غادي يكونوا عارفين هادشي. ما علينا. تفاهمت معاهم على الخلاص، هزيتهم، شدينا الطريق مع ديك 9:30 ديال الليل. غادي وكندوي مع باهم والمدام ديالو وبناتو، الطريق كامله وانا كندوي معاهم مقشبين وناشطين. واحد الوقيته وصلنا لواحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح. قال لي السيد وقف هنا الله يخليك، نعطي واحد الامانه للوالد ديالي كيسكن هنايا بالزربه، غير واحد ربع ساعه الله يجازيك بخير ونكملوا الطريق. انا على نيتي قلت لي غير خذ راحتك وما تعطلش. بقيت مع مرتو وبناتو في الطاكسي، زدت شويه في الصوت ديال الراديو، بديت كنسمع شويه ديال القران، ومره كنشوف في الريتروفيزور وكنشوف شكون اللي جاي من ورايا. شويه كنشوف مراتو وبناتو سقلو، كنت كنشوف فيهم غير بنص عين. من بعد ما كانوا محيحين وناشطين، وانا نقول لهم واش الوالد ديالو عايش مع خوتو هنا ولا غير بوحدو. ما جاوبونيش. عاودت نقصت من الراديو وسولتهم، قلت لها لا واش الوالد ديالو عايش غير بوحدو هنايا. ولكن هاد المره تلفت لعندهم وما جاوبونيش عاوتاني، ولقيتهم كيشوفوا فيا كاملين واحد الشوفه ماضيه، وانا ندير واحد الضحكه صفراء حيت ما فهمت والو. صافي جبت القرعه ديال الماء وبديت كنشرب، وهي تقول لي بنتهم بابا ما غاديش يرجع، كذب عليك، ثيقوا بيا فاش سمعتها والطريقه باش قالتها وهي الصغيره فيهم. واللي زاد خوفني هو كلشي بقى ساكت. قلت لها كيفاش علاش، وكنضحك ديك الساعه الضحكه الصفراء. فاش شفت في الريتروفيزور كيبان لي البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه، والكبيره ولات على اليسار، والام ولات على اليمين، كتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه. صافي تما بديت كنتخربق وخدم ليا راسي، وانا مروم الطاكسي البيست وحاضي الظلام والخلا والقيفار. بديت كندير راسي كنغني بشويه بحال ما مسوقش ليهم. تيجي باباهم مبقيتش قادر نشوف ورايا اصلا. شويه شفت المكانه لقيت السيد تعطل بزاف. يلا غادي ننزل نشوف واش جاي. كنحس بشي واحد فيهم كينغص فيا في ظهري. مع درت تلفت، حاشاكم وهي تدفل عليا ديك السيده، واحد دفل في وجهي بدات كتغوت بالجهد. وسير عطينا اتساع، اش بغيتي عندنا، عجبك الحال دابا؟ وانا ديك الساعه مشى لي الشوف شي 50 ثانيه وجاتني بحال الدوخه. فاش رجعت للوعي ديالي حليت الباب بالجهد باش نخرجهم ونهرب في حالي. فاش حليت الباب وراه ما لقيت حتى واحد في الطاكسي. اخوتي وربي شاهد على هاد الهضره، فشلت وطحت على ركابيه وكنبكي. ديماري الطاكسي، تلفت للطريق، بغيت غير نهرب ديك الساعه ونبعد، وغادي بواحد السرعه خياليه حتى بانت لي الطريق. شديتها وبقيت غادي واخا ما عارفش وما بانش ليا حتى بلاك. واحد شويه كيبان لي واحد البراج وانا نفرح شويه. عاودت ليهم وسولتهم فين انا دابا، قالوا لي راك في الجوال. المهم قالوا لي ما تخاف والو، وانا ديك الساعه حاشاكم راس روالي بلت فيه، وراجع وما كنشوفش في الريتروفيزور، ومخدم الراديو على الجهد باش نتلف. وصلت للكازا، دخلت وكنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بلاصيص الطاكسي سلمت على العساس ديال الدرب، قال لي مال حوايجك مقطعين. انا كاع ما شفتهم ولا حسيت بهم. قلت ليه حتى الصباح ونعاود لك. قال لي ياك لاباس، وهي تجيني البكيه تاني. يلا قال لي برك وعاود ليا، وانا نشوف هذيك العائله خوتي دايزين من الشارع وكيشيروا بيديهم جهتي. حليت عيني لقيت راسي في السبيطار ديال محمد الخامس، ودايرين بيا مي وبا وخويا الكبير. ومن تماك وانا متبع عند طبيب نفساني من بعد ما درت الرقيه وكل شيء. المهم سمحوا لي طولت عليكم بزاف، ولكن هادشي كامل قلتو لكم باش تعرفوا شنو داز عليا، والحمد لله على كل حال. حتى لهنا سالات القصه ديالنا. ما تنساوش جيم وكومونتير، بارطاجي القصه مع صحابك الا عجباتك، ولا بغيتونا نديرو شي قصه جداد كتبوهم ليا في لي كومونتير وانا غنقلب عليهم وغادي نعاودهم لكم.